هارد لك لكل جمهور نادي الزمالك. الخسارة من نادي انبي بضربة جزاء مشبوهة من الدرجة الأولى، شبهتها بتبدأ من أول حكم الساحة لحد حكام الفار. بس هل أنا هعلق هزيمتي على شماعة ضربة الجزاء دي بس وأسيب كل اللي حصل؟ لأ طبعا، ده مش صح. النهاردة ظهرت لنا نقطة ضعف عند نادي الزمالك لازم نحط ايدينا عليها ونصلحها قبل الست ماتشات الأخرى. نادي الزمالك واضح جدا ان لو هو اللي ما بدأش بالمبادرة او دخل فيه جون بيبقى عنده مشكلة كبيرة. احنا بعد ما دخل فينا الجون حرفيا ورقنا كله اتفشكل، وده امر انا واحد من الناس كنت متوقعه بسبب ضعف خبرة اللعيبة اللي احنا بنلعب بيها. بس على اقل تقدير انا عندي 3 لعيبه كنت متعشم ان هم يلملموا لي ورق الفرقه ويخلوا اللعيبه دي اهدى. ال3 لعيبه دول هم عبد الله السعيد واحمد فتوح وحسام عبد المجيد. بس انا هطلب ده ازاي واحمد فتوح اصلا مش عارف يتمالك اعصابه ولا يهدى هو شخصيا عشان يهدي لي بقيه الفرقه؟ واخونا حسام عبد المجيد بعد ما عبد الله السعيد بيجيب لنا ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره بخبرته وذكائه، اخونا حسام عبد المجيد مش عارف يتمالك اعصابه ولا يهدى ولا يضمن الكوره وعايز يحطها في المقص. فانا عندي مشكله كبيره جدا في ضعف الخبره للفرقه دي، وده لو ما تصلحش في الست الماتشات اللي جايين واتفاجئنا بجون في اي ماتش فيهم هيحصل نفس اللي حصل النهارده. هات لي جمله صح عملها نادي الزمالك بعد ما دخل فيه الجون الاول. لعبنا كله بعد ما الجون ده ما دخل فينا اصبح ان عبد الله السعيد بيشعلق الطويله واللي يلحقها. من بعد ما نادي انبي سجل الجون الاول شعلق الطويله واللي يلحق، شعلق الطويله واللي يلحق، مفيش ولا جمله ولا باص اتعمل على الارض صح. وكم رهيب من الميس باص وعدم التركيز من لعيبه نادي الزمالك بعد ما دخل فيهم الجون الاول. الشوط الثاني الزمالك كان عايز اللعيبه عندها روح ولكن من غير تركيز تماما. انا عندي لاعب النهارده زي محمد اسماعيل بالاخص كان بيقدم بيبي كروي في ارض الملعب. ما اقدرش الوم على الكابتن معتمد جمال. الكابتن معتمد جمال عمل كل التغييرات ورمى بكل الاوراق المتاحه انه يرجع في نتيجه المباراه، ولكن احنا كارثتنا ومشكلتنا ان لعبتنا بعد ما دخل فيها الجون زي ما قلت لك اوراقها كلها اتفشكلت. توتر وميس باص، اللعيبه وصلت لمرحله انها نسيت كانت بتلعب ازاي قبل ما يخش فيها الجون. والحته دي لازم الكابتن معتمد جمال يشتغل عليها الفتره اللي جايه، ان مش كل ما هيجي فيا جون في البدايه ورقي كله يتفشكل، بالاخص ان الجون جاي فيك بدري بدري، يعني لسه عندك وقت، المفروض تبقى اهدى وتلعب على الارض. ولكن للاسف احنا ما عملناش ولا جمله مفيده في الماتش قصاد نادي انبي اللي لعب النهارده ماتش عمره. فهارد لك لكل جمهور نادي الزمالك، ولكن المشكله دي لازم تتحل، لانها لو ما اتحلتش هتضيع لنا الدوري كله. ويبقى ماتش النهارده ده حاجه من اتنين، يا ماتش هنتعلم منه في اللي جاي يا ماتش هيضيع لنا كل حاجه في اللي جاي. فالله المستعان والله ولي التوفيق، وان شاء الله اللي جاي خير.